تخيل كده ان في علم ممكن يعرف عنك كل حاجة، الامراض اللي ممكن تجيلك بعد سنين، وكمان شكلك وطولك وحتى ابنك هيطلع عامل ازاي. لكن اللي ما تعرفهوش ان العلم ده مش تحت ايدينا ومش متاح للعرب، وكل عالم حاول يقرب منه اختفى او مات في ظروف غامضة. الغريب ان الناس دايما لما تسمع عن الجينوم بتفتكر انه مجرد علم، لكن اللي بيدخل فيه بيعرف ان ده علم بيقربك من اسرار الخلق، واللي يقرب من العلم ده بيدفع تمن غالي. في 2022 مصر صحيت على خبر وفاة الدكتورة سميرة عزت، واحدة من العقول اللي كانت بتشتغل في مشروع الجينوم المصري وبتبحث في علاقة الجينات بالأمراض المزمنة. الخبر قال إنها ماتت في حادث مصعد، بس في ناس كتير شايفين إن الحادث ده مش مفهوم. مصعد في مبنى أبحاث يقع فجأة والموضوع يتقفل بعدها في صمت. وبعدها بسنتين في فرنسا كانت هناك ريم حامد، طالبة دكتوراه مصرية في التكنولوجيا الحيوية، شغالة على أبحاث عن الجينات والأنسجة والخلايا. يوم 22 أغسطس 2024 لقوها جثة هامدة في شقتها، لا تقرير ولا تفسير ولا حتى سطر في الإعلام الفرنسي عن اللي حصل، كأنها ما كانتش موجودة. مش لازم نقول إنها مؤامرة، بس لازم تسأل ليه كل اللي بيقرب من الجينوم بيتسكت، وليه كل مرة حد يحاول يفهم أكتر الصمت بيبقى أسرع من الإجابة. العلم ده مش ممنوع رسميا، بس شكله مش مرحب بيه لما يكون في إيدينا، لأن الجينوم مش بس كود جسمك، ده كود سيطرتك. كل خلية في جسمك جواها مكتبة ضخمة فيها تعليمات ربنا خلقها جواك. التعليمات دي بتقول لجسمك كل حاجة، ازاي يتكون، وايه لون عينك، وايه شكل وشك، وهل جسمك هيتحمل الامراض ولا هتكون عرضة لمرض معين وانت لسه طفل. اللي يقدر يقرا الكود ده يبقى عنده مفتاح الانسان. من اكتر من 50 سنة العلماء عرفوا ان داخل خلايانا في مادة اسمها DNA، حاجة شبه السلم الحلزوني، مليانة شفرات صغيرة مكتوبة باربع حروف بس، ال A وال T وال C وال G. اربع حروف بس، لكنهم بيكونوا ملايين الكلمات اللي منها اتكتبت قصة حياتك. العلماء وقتها قالوا لو قدرنا نفك الشفرة دي نقدر نفهم الإنسان من جوه. وفعلا سنة 1990 بدأ مشروع عالمي اسمه مشروع الجينوم البشري. أمريكا وإنجلترا واليابان وفرنسا وألمانيا، أكبر الدول في العالم، حطت مليارات الدولارات عشان تفك شفرة الإنسان. والنتيجة بعد 13 سنة أعلنوا إنهم نجحوا. العالم بقى عنده خريطة الإنسان، وبقى عارف ترتيب الجينات اللي جوه كل خلية في جسمنا. بس اللي حصل بعد كده كان أغرب من الخيال. العلم اللي كان المفروض يستخدموه لعلاج الناس اتحول لسلاح، لأن اللي يمتلك خريطة الجينات يقدر يتحكم في البشر. تخيل شركة أو دولة معاها قاعدة بيانات بملايين الجينات، تقدر تعرف إن الشعوب دي عندها أمراض معينة، أو عندها استعداد لأدوية معينة، أو حتى عندها ضعف في المناعة من أمراض معينة. يعني ممكن تستخدم العلم ده لتطوير علاج أو لتصميم مرض مخصوص. الموضوع دخل في مرحلة احتكار. الشركات اللي بدأت المشروع بقت تمتلك أدوات قراءة الجينات كلها، وفي مقدمتهم شركة اسمها إيلومينا. الشركة دي حرفيا ماسكة السوق بإيد من حديد. كل جهاز تحليل جينات تقريبا في العالم مصنوع بتكنولوجيتهم. يعني لو انت باحث او مستشفى او دولة عايزة تعمل تحليل جيني لازم تعدي من تحت ايديهم، وسعر الأجهزة دي بالملايين، والسوفت وير كمان تابع لهم. وده معناه ان كل تحليل جيني بيتعمل بيتسجل في قواعد بياناتهم بطريقة او بأخرى. في المقابل شركة تانية صينية اسمها BGI قررت تدخل المنافسة، وبدأت تعمل أجهزة أرخص وسحبت كميات ضخمة من البيانات الجينية من كل أنحاء العالم. وفي تقارير بتقول إن الصين جمعت معلومات جينية من مئات الملايين من الناس، ومن ضمنهم أجانب وعينات من بلاد تانية. وهنا الغرب بدأ يخاف. الموضوع ما بقاش علم، الموضوع بقى سباق على سلاح بيولوجي ناعم. طب ايه علاقة ده بينا؟ وليه احنا كعرب دايما بره اللعبة؟ علشان ببساطة التمويل ضخم والتكنولوجيا محدودة، والشركات دي مش هتديك أدوات تفك بيها الشفرة دي بسهولة. يعني في أمريكا وأوروبا الناس بتعمل تحليل جيني في البيت بكل سهولة، بياخدوا عينة لعاب ويبعتوها بالبريد، وشركات زي انسيستري و23 اند مي بتبعت لك تقرير يقول لك اصولك منين وصحتك عامله ازاي وعندك استعداد لاي مرض. بس السؤال الحقيقي، البيانات دي بتروح فين بعد كده؟ في دراسات وتقارير قالت ان شركات الاختبارات دي بعت البيانات لشركات ادويه ضخمه زي شركه جالاكسو سميث كيلين، اللي اشترت بيانات ملايين المستخدمين من 23 اند مي علشان تستخدمها في تطوير ادويه جديده. يعني ببساطه انت بتدفع فلوس عشان تديهم جيناتك وهم يبيعوها بعد كده بمليارات. وفي حالات حصل فيها اختراقات وتسريبات وتساؤلات عن مدى امان البيانات دي. مين يضمن ان المعلومات دي مش بتوصل لحكومات او جهات تانية؟ تعال بقى للجانب الاخطر، التعديل الجيني. لما العلماء عرفوا يقروا الجينوم بدأوا يسألوا طب لو قدرنا نعدله. ظهر علم ساعتها اسمه كريسبر، وده نظام بيخليك تقص وتلزق في الجينات زي ما بتحرر نص على الكمبيوتر. يعني تقدر تشيل جين يسبب مرض او تضيف جين يخلي الشخص اقوى او اذكى. العلم ده ممكن يعالج السرطان والامراض الوراثيه، لكن في نفس الوقت ممكن يستخدم لتصميم بشر بمواصفات معينه. وفي تقارير بتقول ان في تجارب فعلا اتعملت لتغيير جينات اجنه في الصين. تجارب اتمنعت دوليا لكنها اثبتت ان الخطر مش بعيد. العلم ده بقى اداه قوه، اللي بيمتلك الجينوم بيمتلك الانسان.
والشركات اللي معاها الجينوم بتتحكم في ابحاث الطب وفي تسعيرة الادوية وفي مستقبل الطب الوراثي كله. حتى لما شركات صغيرة بتحاول تدخل السوق بيتخانقوا معاها قضائيا. احتكار علمي زي احتكار النفط زمان، بس المرة دي مش طاقة، دي حياة البشر نفسها. ودلوقتي خليني اسألك سؤال بسيط، لو في قاعدة بيانات فيها جينات كل الشعوب بتاعت العالم، مين لازم يمتلكها؟ هل المفروض تكون مفتوحة للعلماء كلهم، ولا تكون في ايد الشركات الكبرى، ولا تبقى سر في ايد الحكومات؟ الإجابة مش سهلة، بس المؤكد إننا كعرب لسه بعيد عن امتلاك العلم ده، وفي أبحاث في مصر والسعودية والإمارات والمغرب بس ما زالت محدودة جدا، ومفيش مشروع عربي موحد للجينوم حتى الآن. الجينوم مش مجرد علم، ده سلاح المستقبل، السلاح اللي هيحدد مين يعيش بصحة ومين لأ، ومين يمتلك العلاج ومين يستنى ياخده. وفي العالم اللي جاي اللي معاه خريطة الإنسان هيبقى هو اللي بيقرر مصير الإنسان. يمكن تسمع الكلام ده وتقول إحنا بعيد عن القصة دي، في الحقيقة العلم ده لازم نعرفه ونفهمه ونقرر ازاي نكون جزء منه مش ضحاياه، لان اللي جاي اخطر. في الجزء اللي فات اتكلمنا عن الشركات اللي بتحتكر العلاج نفسه. المستقبل مش هيبقى ملك اللي اقوى، هيبقى ملك اللي معاه العلم والتكنولوجيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.